بس الا العقول، لما ندمر العقول يبقى كده البلد باظ. حاسين باولياء الامور بنساعدهم بس، بنساعد بس، انما مش بنغشش بس. يعني يرضيك ولي الامر يتكسر نفسه؟ امال الولد الشاطر الحلو ده اللي يتكسر نفسه، الوردايه اللي زي الفل اللي معضيها مذاكره سواء ولد ولا بنت طول السنه، ده اللي يجي في الاخر يترمى تحت التراب وندوس عليه؟ اتدرب اتدرب كل يوم عشان لما تخش اللجنه تقفل ودنك خالص وتعتمد على الله. اللي خلق العقل ده هو رب العالمين، مش صاحبك اللي جنبك اللي بتقول له هات الاجابه. فاستعين بيه، استعين بيه. من غشنا فليس منا، دي مش كلمه سهله. من غشنا فليس من المسلمين، من غشنا فليس منا. انت عارف القصه في ونكتب ما قدموه واثاره اللي وردت في القران الكريم دي؟ عارف يعني ايه ولا؟ ونكتب ما قدموه اللي انت عملته، مش كده وبس، كانت بقت الدنيا سهله، ما انت كانت هتستغفر على الذنب ده. لكن واثار، الاثار بتاعته دي اللي صعبه. الاثار بتاعت المراقب اللي غشش وخلى عيل فاشل ياخد مكان عيل شاطر، والعيل الشاطر ده حياته اتدمرت ودخل كليه ما نفعش فيها، بقى بيشرب مخدرات. السيئات دي راح لمين؟ اللي كان سبب في فشله، مكتوب عليه. الراجل اللي خده الولد الشاب الصايع اللي خده وضاه في منصب ولا خلاه دكتور ولا كذا وبقى مرتشي وبيخرب في المجتمع، السيئات دي كلها راح لمين؟ راح للمراقب اللي كان بيساعد في الغش. فاهم يا سكره؟ امانه وكلمه تمشي قسما بالله ما خلي حد ياخد مهما حصل ياخد كلمه. لا، اعمل لك مراقبين على المراقبين اللي عندك، واعمل مشرفين بيجوا لك بطريقه مباشره من غير ما حد يعرف ان هم المشرفين، واعمل فوق المشرفين دول مشرفين كمان، واركب لك كاميرات واباشرها من مكتبي. والله ما خلي حد في مصر ياخد كلمه لو هصرف مليارات. بس الا العقول، لما ندمر العقول يبقى كده البلد باظ.